بغطا الإزازة هتشكليها وتعمليها في 10 دقايق بس. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هاتي البولة بتاعتك وانزلي فيها بيضة وعليها نص كوباية سكر ورشة من الفانيليا. هبدأ اديهم تقليبة حلوة كده مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من العسل الأسود، وده اختياري تقدري تستغني عنها لو مش موجودة عندك. وهنزل كمان بنص معلقة صغيرة من القرفة، هي الصراحة بتوديها في حتة تانية، بس لو ما بتحبيش القرفة برضو تقدري تستغني عنها. وهنزل بنص كوباية من الزيت على الزبدة، تقدري تستخدمي زيت بس او الزبدة بس الزيت على الزبده بيدوا ميكس حلو قوي وبيديها نعومه وقرمشه في نفس الوقت. هقلبهم حلو قوي كده مع بعض، وبعد كده هنزل بباقي المكونات اللي هي عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق. بنزل بيهم بالتدريج، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح. وهبدا الم العجينه بتاعتي، انا مش بعجن، انا يا دوبك باطراف صوابعي ببدا الم العجينه. اي كوكيز بيتعجن معاكي بيعضم معاكي، فانت مش تعجني، انت يا دوبك تلمي العجينه بس، مش اكتر من كده. زي ما بقولك الدقيق بالتدريج، لان ممكن تاخد دقيق اكتر من كوبايتين ونص معلقه مثلا، او اقل من كوبايتين ونص معلقه، يعني بتبقى الموضوع كله معلقه بس بيفرق جدا معاكي في المقادير. كده العجينه عندي تحفه وممتازه وتجنن. هبدا بقى بغطا الازازه بتاعك، اوعي ترميه، هاتيه وهتعملي بيه الكوكيز بتاعك النهارده، تشكليه بيطلع شكله حلو قوي. هتشكليه بمنتهى السهوله بالشكل ده، وترصيها في صينيه مدهونه زيت، بتدخلها فرن سخن على درجه حراره 180 لمده 15 20 دقيقه، يعني من 15 ل 20. تطلع معاكي تحفه ويجنن. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، اللون من فوق زي من تحت زي من جوه كمان. طعمه وريحته يعني مش قادره اوصف لك حلاوته. هتعمليه في 10 دقايق بس، وقدميه بقى مع فنجان قهوه مع كوبايه شاي بحليب. واحلى حاجه ممكن تعمليها، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير، وتنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.